النهارده هنعمل لكم الكوسه باللحمه المفرومه. طبعا هي ما فيهاش افتكاسات، يعني مش بعملها مخصوص. انا فاض مني كنت بعمل ممبار، وفاض مني شويه رز خلطه، وكنت بعمل رقاق، فاض مني حته لحمه معصجه، وكان عندي الكوسه برضو في التلاجة. سبحان الله كل حاجه كانت موجوده. قلت اعملهم على بعض واحشيهم وادخلها الفرن. وطبعا الكوسه بنقورهاش قوي، بنخليها سميكه شويه. حتى لو انا بعملها محشي عادي بخليها سميكه شويه عشان الرز يفلفل فيها وما تعجنش وما تبقاش مجلده كده وتطرى بسرعه، عشان تحس ان انت بتاكلي حاجه كده. طبعا كلنا بنعرف نقورها، بنشرشرها كده بنقلمها كده بال... بالمقوار. بعملها كده، بفضل اعمل كده لغايه ما تبقى عامله زي المنظر كده عشان ما بنقشرهاش. وخدنا القلب بتاعها حطيناه في الطاجن، رشيت عليه شويه ملح بفلفل عشان تبقى تبقى قاعده له كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحط هنا شويه رز صغننين خالص. ودول كيلو كوسه الا كوستين اتنين، كانوا كوستين اكبر شويه شلتهم. هما شويه الرز دول وشويه ان شاء الله هيكفوا. هنحطهم على بعض كده. طبعا كلنا بنعرف نوصج اللحمه طبعا، وقلنا عليها قبل كده كذا مره على التعصيج. انا هحشيها بقى وارصها واوريها لكم بعد كده هنعمل ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، هنا اهوت بحشي اهوت، وهنا برضو حطيت في الطاجن اهو، رصيت اهو في الطاجن قدامكم، وبحشي بقى كده اهو. طبعا كل عارف الحشو ازاي اهو. هي لو عينيها البق بتاعها ضيق بنعمل كده، بنوسع كده ندخل كده الحشو كده بالمقوار اهو عشان يوسع معانا اهو. ونكمل ما شاء الله شوية رز صغننة ربنا مبارك فيهم مع حتة اللحمة. ونعمل كده واحدة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي يا جماعة في الكومنتات عشان ناخد أجرنا وانتم. ننضف كده من أي حاجة وكده. فاضل بقى كوستين اتنين هوزعهم كده واوريكم بقى هنعمل ايه بعد كده. بصوا يا حبايبي، هنا بقى بعد ما خلصتها اهوت هنعمل بقى المحلول بتاعها. هنا معايا معلقتين صلصه من اللي هي في البرطمانات، ومعلقتين صلصه من اللي انا مصلصلاها. وحطيت قالب مرق الدجاج ومعلقه كبيره سمنه. وهنشوف بقى الملح، لان مرق الدجاج بتبقى حادقه فمش هحط ملح لما اشوفها دلوقتي. معانا كوبايه ميه سخنه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده المحلول. لو ما عندكش شوربه يعني اعملي كده، عندك شوربه حط كوبايه شوربه ومعلقه سمنه. هنقلبهم بقى كده وهسقيهم. وبعد ما اسقيها بيهم اقوم مغلفاها، احط ورقه زبده وورقه فويل. وطبعا انا مشغله الفرن من ساعه ما انا كنت بشتغل فيها. اشوف بقى كده الملح واقول له حبايبي اديني سقيتها اهي بالشوربه. طبعا ظبطت الملح. هنحط بقى ورقه الزبده كده عليها كده اهو، وهنحط عليها ورقه فويل وهندخلها الفرن ونسيبها بقى نص ساعه ونبص عليها. طبعا الكوسه مستويه كل حاجه، يعني هو الرز اللي مش مستوي قوي، والكوسه بتستوي على طول فمش هتاخد حاجه معانا. هنكشف نشوفها استوت، هنطلعها. ما استوتش هنسيبها شويه، نرفعها فوق بقى، هنحطها تحت خالص تتشرب. ولو ما استوتش هنطلعها فوق شويه.
خليكم معايا بقى لاخر الفيديو لغايه ما نخلصها ونشوف هنعمل ايه. بص يا حبايبي، بعد ما طلعت من الفرن، ما لقيتها استوت كده، رحت شايله الفويل من عليها ورقه الزبده وسبتها تحت الشوايه شويه تاخد لون كده اهوت. بصوا بقى اللي انا حطيته من تحت القاع دوت، اللي هي حميتها ازاي، ما لزقتش ولا حاجه، زي ما هي اهي. طبعا الكوسايه دي انا واخده منها حته اشوفها استوت ولا لا اهي. بصوا بقى بتبقى عشان هي محمله، كوسايه محمله مش مقورينها قوي. بص بس فيها لحم ازاي ما شاء الله، والرز مفلفل اهو. اللحمه باينه اكتر من الرز، قطع اللحمه الرز يعني طعمها تحفه. انا دقتها، جربوها وقولوا لي رايكم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها تحفه يا جماعه، جربوها، طريقه حلوه وسهله ما فيهاش صعوبه. متنسونيش ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. بحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.